السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اش خباركم؟ تنتمنى تكونوا بصحة جيدة وأحوالكم طيبة. مرحبا بكم في قناة مطبخ الوصفات المنزلية، ومرحبا بالمتتبعين الجدد. اليوم مع وصفة جديدة. غادي نحضر معكم الكعك بوصفة بسيطة تيجي مقرمش وبنين بزاف. نبداو على بركة الله. في إناء غادي نوضع 500 غرام ديال الدقيق، أي نص كيلو. هاد الدقيق مغربل من قبل. غادي نضيف 3 المعالق كبار زنجلان محمر، معلقة كبيرة ونص ديال النافع، معلقة كبيرة ونص ديال حبة حلاوة، قبصة ديال الملح، كاس سكر سنيدة. دائما القياس اللي تنستعمل هو كاس ديال العنبة. غادي نخلط النواشف كاملين حتى ينسجموا. من ينسجموا النواشف غادي نضيف كيس ونص من خميرة الحلويات، أي 10 غرام. وتنخلط جميع المكونات. غادي نضيف كاس ديال الزيت. غادي نحاول ندخلو في الدقيق مزيان حتى نحس بأن الدقيق تلبس بالزيت. من يتلبس الدقيق بالزيت غادي نضيف نص كاس مزهر، وغادي نجمع الخليط بكاس ديال الماء. يمكن نستعمل كاس او اقل او اكثر على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي مستعملين. بالنسبه لي انا احتاجيت تقريبا كاس ديال الماء. وهذا هو القوام اللي بغينا نحصلوا عليه في العجين. ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. دابا غادي ندوزو نشكلوا الكعك. تناخد كميه من العجين، تنديرها على شكل حريبلات. هاد الحريبلات خاصهم يكونوا صغار ورقاق حتى تنفخ لينا. تنستعن بالكأس باش نكون دائرة، وتنقطع الجوانب بالسكين على هاد الشكل اللي غادي تشوفوا. وتنبقى مستمرة على هاد الشكل حتى نسالي العجينة كاملة.
من بعد ما ساليت اللاطة غادي ندهن الكعك بالخليط المتكون من بيضة وقهوة سريعة الذوبان، وغادي نرشهم بزنجلان. ومني غادي نسالي غادي ندخل الكعك الفران اللي تيكون مسخنينه من قبل على درجة حرارة 170 حتى يطيب ويتحمر. وهذا هو الكعك مني خرجناه من الفرن، تيجي مقرمش وبنين بزاف بالصحة والراحة. شكرا على المتابعة، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.